تخيل ان السوق زي البحر، مره هادي ومره بيهيج من غير اي سبب، وده لان الاسواق بتتاثر بعوامل كتيره جدا، وساعات السبب بيكون واضح وساعات لا. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات ايكونومكس 101. اول واكتر سبب معروف هو العرض والطلب. لو العرض كتير والطلب قليل السعر بينزل، والعكس صحيح. لو في منتج نادر وكل الناس عاوزاه السعر بيطير، زي ما حصل في اول ايام كورونا مع الكمامات والكحول. بس مش ده بس السبب، في حاجات كتير بتتحكم فيه زي توقعات الناس. لو المستثمرين حسوا ان في ازمه جايه ممكن يبيع بسرعه، وده بيخلي الاسعار تنزل حتى لو مفيش سبب فعلي واضح. كمان الاخبار ليها تاثير ضخم سواء ايجابي او سلبي. خبر صغير عن افلاس شركه او تصريح من مسؤول ممكن يهز السوق بالكامل. افتكر مثلا لما ايلون ماسك غير الباي بتاعه على تويتر اكس، عمل قفزه سعر عمله البيتكوين. واحيانا السوق بيتحرك بشكل جماعي بناء على مشاعر الناس، خوف، طمع، تفاؤل، تشاؤم. والمشاعر بتاثر على الاسعار اكتر من البيانات نفسها. يعني مثلا في 2008 ازمه الرهن العقاري في امريكا بدات من سوق العقارات نفسه، لكن الخوف انتشر بسرعه لباقي الاسواق وناس باعت كل استثماراتها والبورصات وقعت واحده ورا الثانيه. لما السوق بيتحرك بسرعه اسال نفسك، هل ده سبب حقيقي ولا مجرد رد فعل مبالغ؟ وافتكر دايما ان التقلبات ده شيء طبيعي، بس اللي يفهمها هو اللي يكسب. وما تنساش تسيب لي اي اسئله في الكومنتس او ابعت لي مسج دلوقتي.